السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. جلبت لكم اليوم 10 صور محيرة يصعب تفسيرها. في المرتبة العاشرة، العجوز ذات وشاح الرأس. أثناء اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963 شوهدت امرأة في عدة تسجيلات وصور للحادثة، وتظهر فيها وهي تلتقط صورا بكاميرا تحملها فيما يركض الناس من حولها لحماية أنفسهم. بحثت الشرطة الفيدرالية عنها، لكنها لم تتوصل إليها أو للصور التي التقطتها، ولم تتمكن من تحديد هويتها. في المرتبة التاسعة، أنوار هيسدالن. يعرف عن وادي هيسدالن في النرويج ظهور أنوار عجيبة في الصور الملتقطة فيه. أجريت دراسات عديدة لتفسير هذه الظاهرة، لكن العلماء ما زالوا عاجزين عن تفسير سبب ظهور تلك الأضواء الملونة. في المرتبة الثامنة، وحش جزيرة هوك المائي. عام 1964 رصد زوجان كانا في بحيرة جسما غريبا يسبح بهدوء نحوهما، كان أشبه بفرخ ضفدع عملاق يقدر طوله بنحو 24 مترا. أفاد الزوجان اللذان التقط له عدة صور بأنهما شاهداه يفتح فمه قبل أن يبتعد عنهما. في المرتبة السابعة، رائد فضاء. عام 1964 التقط رجل صورة لابنته ظهر فيها ما يبدو أنه رجل فضاء يقف خلفها، على الرغم من ادعاء الأب عدم رؤية أحد سوى ابنته حين التقط الصورة. حتى شركة كوداك حللت الصورة وأكدت أنها حقيقية وغير معدلة إطلاقا. في المرتبة السادسة، شبح ووتر تاون. عام 1924 توفي بحاران في حادث عرضي وتركت جثتاهما في البحر، وبعدها بأيام ادعى أفراد من طاقم السفينة رؤية وجهي رجلين يتبعانها. التقط ربان السفينة صورة تظهر وجهي رجلين بين أمواج البحر، يعتقد أنهما شبحا البحارين الميتين. في المرتبة الخامسة، قمر الفارس الأسود. ظهرت عام 1960 تقارير تدعي رصد جسم داكن اللون يسبح في مدار الأرض. في ذلك الوقت لم يطلق قمر صناعي للفضاء، ولم يعرف الجسم على أنه من تصميم البشر، ومنذ ذلك الحين سجل ظهور العديد من الأجسام المشابهة في مدار الأرض قبل أن تختفي. في المرتبة الرابعة، الجثة المتدلية في صورة آل كوبر العائلية. ما من معلومات كثيرة حول هذه الصورة، باستثناء أن عائلة كوبر التقطتها عندما انتقلوا إلى منزلهم الجديد، وبعد تحميضها بدت فيها جثة متدلية من السقف. في المرتبة الثالثة، شكل فضائي غامض. التقط هذه الصورة فريق أبولو 17 خلال آخر رحلة إلى القمر. اعتبرت الصورة خالية بسبب شدة تعريض الضوء، لكن حين تم تعديل التباين بان شكل يشبه الهرم. في المرتبة الثانية، صورة سارية جودارد. التقطت هذه الصورة عام 1919 يوم جنازة أحد ضباط السارية المدعو فريدي جاكسون، الذي كان قد توفي قبل أيام. يظهر في أعلى الصورة وجه خلف أحد الضباط، تعرف عليه ضباط السارية وقالوا إنه فريدي جاكسون. في المرتبة الأولى، حادثة إليسا لام الغامضة. عام 2013 وجدت جثة إليسا داخل خزان مياه على سطح فندق كانت نزيلة فيه. اعتبر سبب الوفاة حادثا عرضيا، ولم تكن هناك آثار مخدرات أو كحول أثناء تشريح الجثة. ظهرت إليسا قبل وفاتها بقليل في تسجيل كاميرا مراقبة داخل مصعد في الفندق، وفيه تتصرف على نحو غريب، فتخطو جانبا كما لو أنها تبتعد لتفادي أحد ما، وتتحرك بطريقة غير طبيعية قبل أن تسير إلى حتفها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. إلى متابعي قناة هل تعلم، السلام عليكم. أحمل لكم اليوم نبأ سارا
فمن الآن وصاعدا سنتوقف عن إعادة رفع المقاطع التي سبق نشرها في القناة السابقة، وسنقدم لكم فقط كل ما هو جديد وحصري من المقاطع الجديدة والمفيدة المنتقاة بعناية والمتميزة بمحتواها وتقديمها عبر هذه القناة، قناة اكتشف. وللراغبين في مشاهدة الحلقات السابقة التي لم ننشرها بعد في هذه القناة فيمكنهم مشاهدتها على القناة الاحتياطية على الرابط المكتوب في الوصف أسفل هذا الفيديو. أما هذه القناة فسنعرض فيها فقط المقاطع الحديثة التي تنشر لأول مرة على قناتكم قناة هل تعلم. نتمنى أن تقضوا برفقتنا أوقاتا ممتعة ومفيدة، ونعدكم أن نبذل كل جهدنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد من الحقائق والمعلومات من مختلف المجالات والاهتمامات. دمتم بود ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.